تحريض الأهلي ومخالفة الشروط. هل يتم إيقاف زيزو بعد أدلة الزمالك الجديدة؟ انتهت خلال الساعات الماضية لجنة الاستماع التابعة لشؤون اللاعبين لشكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى محمد السيد زيزو لاعب فريق الأهلي، وتقدم نادي الزمالك بشكوى من أجل إيقاف زيزو وتغريمه ماليا، خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر، وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلي رسميا قبل هذا الموعد. وفقا لمصدر مطلع، أكد الفريق القانوني بنادي الزمالك حضر جلسة الاستماع التي عقدها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى محمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق. وأوضح المصدر أن الفريق القانوني قام بالمرافعة وتقديم مستندات جديدة تؤكد صحة موقف الزمالك وإثبات مخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقا للوائح المعمول بها. كما أكد الفريق القانوني على قيام النادي الأهلي بتحريض اللاعب على التمرد ضد ناديه وتركه في وقت حرج للغاية من الموسم الماضي وقبل ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ونهائي كأس مصر. وفيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد نادي الزمالك والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، فقد تقرر تأجيل الرد عليها إلى يوم 11 أغسطس المقبل، وذلك بناء على طلب النادي لحين استلام صورة الشكوى والرد عليها بشكل رسمي قبل الفصل في الطرفين، سواء بإيقاف اللاعب أو الحكم له.